حكاية النهاردة على قد ما فيها شوية أكشن على إثارة، لكن النهاية جبارة وبجد تستاهل كل اللي أبطال الحكاية مروا بيه. والحكاية بتبدأ باتنين أصحاب بيصطادوا في غابة في كولومبيا ومستنيين أي فريسة عشان يصطادوها، لكن الغابة دي فيها جزء كبير أمان، لكن فيها برضه جزء خطر ومفروض محدش يقرب منه، وده عشان فيه تعابين كبيرة وسامة. الاتنين دول كانوا حرامية ومتعودين إن أي حد يزور الغابة يتهجموا عليه ويسرقوه، لكن بعد كده اتجهوا إنهم يصطادوا التعابين ويقتلوها وياخدوا جلودها يبيعوها، وده لأن جلد التعابين بيكسبهم أكتر. بس بنشوف واحد منهم معترض عشان خايف من حجم التعابين وشايف إن السرقة أمان أكتر، لكن التاني بيرد عليه وبيقوله إن الشخص المغامر هو بس اللي بيكسب أكتر مش الخواف والجبان. وهم بيتناقشوا بيسمعوا صوت فبيتوقعوا إن في تعبان، فكل واحد بيمشي في اتجاه عشان يصطادوه، لكن واحد منهم بيقع على الأرض وبيتخض لما بيشوف جثة متحللة. وبعد فترة بنشوف جورج وصوفيا في العربية وهم رايحين المدينة. الاتنين دول متجوزين وجايين عشان هم دكاترة وعندهم مؤتمر ومش ناويين يطولوا عشان سايبين عيالهم، بس الظاهر كده ان العلاقة بينهم ما بقتش كويسة، عشان كده كانوا مقررين اول ما يرجعوا هيتطلقوا مع انهم متجوزين عن حب. صوفيا كانت ساكتة طول الطريق وجورج حس قد ايه الطريق طويل وممل، فقال يتكلم معاها شوية، خصوصا انها مولودة في نفس المدينة. بس بصراحة صوفيا شكلها شخصية تقيلة كانت بترد على القد. بعدها بنشوف جورج وهو معاه كتاب فيه الاماكن السياحية في المدينة عشان لو حب يزور اي مكان، وبيكمل مع صوفيا كلامه وبيقول لها ان المدينة فيها غابات كتيرة ونفسه يزور اي واحدة منهم، لكن هي بتقوله ان احنا ما عندناش وقت، هو يدوب على قد التحضيرات والمؤتمر وهنرجع على طول. لما وصلوا الفندق بيقابلوا صاحبهم ماركوس واللي بيكون جاي عشان يحضر نفس المؤتمر وعارف طبعا الحب اللي بينهم، لكن ما يعرفش انهم مقررين الانفصال بعد ما يرجعوا. ماركوس بيقول لهم انه عازمهم على العشاء بالليل وبيكون حاجز لهم اوضه واحده، وده الطبيعي لاي اتنين متجوزين. ولما بيسيبهم وبيمشي صوفيا بتطلب من موظفه الاستقبال تحجز لها اوضه تانية، لكن بتقول لها انه للاسف عندهم زحمه بسبب المؤتمر ومفيش اوضه تانية فاضيه. فبتتضايق صوفيا، ولما بتطلع الاوضه بتعرف جورج ان كل واحد فيهم هينام في مكان وانها هتقضي معظم الوقت بره وهتيجي على النوم بس. وبتقول له كمان بالليل على العشاء انا همشي بدري وانت تعرف ماركوس اننا مش هنكمل مع بعض. على العشاء جورج وماركوس كانوا عمالين يتكلموا عن مغامراتهم زمان، وماركوس كمان قال ان اعلى شلال في كولومبيا موجود هنا وممكن يروحوا عن طريق غابه من الغابات اللي في المدينه، وبيتفقوا ان هم يروحوا الشلال ده بكره. ومع ان صوفيا مش طايقه جورج بس وافقت عشان كانت حابه تسترجع الذكريات الحلوه اللي ليها في المدينه. وبعدها صوفيا بتسيبهم وبتقوم، وماركوس بيسال جورج هي صوفيا متغيره ليه، فبيقول له جورج ان في مشاكل بينهم وانهم قرروا ينفصلوا عن بعض. فاستغرب ماركوس وقال له ازاي ده انتوا كنتوا من اعظم قصص الحب اللي انا اعرفها في حياتي، ما هو النق ده اللي بيجيب الناس ورا. رد عليه جورج وقال له كنا، ودلوقتي في مشاكل كتير بينا وبقينا مختلفين عن بعض. تاني يوم صوفيا بتصحى من بدري عشان بتكون عايزه تخلص كل اللي وراها قبل ما تروح الشلال، وبعد ما بتخلص بتلبس وبتجهز، وبتستغرب لما بتشوف جورج لسه بلبس النوم، فبتساله هو انت ما لبستش ليه، فبيقول لها عشان ماركوس اتصل واعتذر لانه انشغل في كذا حاجه واجل الرحله لبكره. فبتقول له انها مش هتستناه وهتروح لوحدها عشان تستغل وقتها اللي فاضيه فيه، لكن جورج بيخاف عليها وبيقرر يروح معاها. ما هي طيبه قلبك دي اللي جايبك ورا. وبعدها بيسالوا موظف الاستقبال عن اسهل طريق يوصل للشلال، فبيشاور لهم على طريق بس بيكون طويل، وبيلاحظ جورج ان في طريق اقصر، لكن الموظف بيحذره منه وبيقوله ان الطريق ده خطر جدا وفي تعابين ضخمه وسامه. فبتستغرب صوفيا من اللي بتسمعه عشان عمرها ما سمعت ان في تعابين في المدينه. فالموظف بيقول لها ان التعابين دي ظهرت بسبب التغيرات ودرجات الحراره. جورج كان باين عليه انه عايز يمشي من الطريق المختصر، وبعد ما بيخرجوا بنشوف ان موظف الاستقبال بيشاور لواحد قاعد قصاده، ولو تفتكروا ده الحرامي اللي ظهر في اول الحكايه وكان بيصطاد التعابين وبيبيع جلودها. وبنفهم من اللي حصل ان موظف الاستقبال متفق مع الحرامي ان لو في اي سياح بيغمز له عشان يروح وراهم ويسرقهم. بعدها بنشوف جورج وصوفيا في العربيه وهم في طريقهم للغابه، ولما بيوصلوا بيركنوا العربيه وبينزلوا يدخلوا الغابه، لكن جورج بيكون تعبان من كتر المشي وبيقف كل شويه عشان يشرب ميه، لكن هي بتمشي وبتسيبه وهو بيريح شويه، ولما بيحصلها بيلاقيها قاعده على صخره فبيشكرها عشان مستنياه، لكن هي كسفته وقالت له انت فاكرني مستنياك، انا بريح رجلي شويه مش اكتر. جورج من كسفته بص للسما وساعتها شاف ان الجو مش مستقر وقال لها اننا لازم نرجع عشان شكلها كده هتمطر. ولما بيقربوا من العربيه بيشوفوا الحرامي وهو بيسرق، فصوفيا بتخاف وبتقول لجورج سيبه ياخد اللي هو عايزه لحسن يعمل فينا حاجه. فجورج بيقول لها ولو خد العربيه هنرجع ازاي، خليك انت هنا وانا هتعامل معاه. لما بيواجهوا جورج بيتفاجئ ان معاه مسدس وبيهددوا بيه، وبيكون عارف ان معاه مراته وبيسال عليها وبيقول له انه اكيد ساب معاها فلوس. في نفس الوقت صوفيا كانت شايفاهم بس كانت خايفه على جوزها، فبتقرر انها تظهر وتديله الشنطه. فبيستغل جورج الفرصه وبيضرب الحرامي على راسه بفرع شجره وبيجروا على الغابه، لكن الحرامي بيجري وراهم وبيضرب عليهم نار. وفجاه الدنيا بتمطر وبيشوفوا يافطه مكتوب عليها ان ده المكان الخطير اللي في الغابه، لكن بيقرروا انهم يدخلوا عشان الحرامي هيخاف يدخل
بتدخل وراهم، وبنشوف صوفيا وهي بتتخانق مع جورج عشان هو صمم يواجه الحرامي، وبعدها بتسيبه وبتجري على المكان الخطير اللي في الغابة، لكن جورج بيخاف عليها وبيجري وراها. صوفيا وهي بتجري اتخبطت في راسها ووقعت وفقدت الوعي، ولما بتفوق بتقوم تدور على جورج، لكن وهي ماشية وقعت في حفرة مليانة طين بتسحبها لتحت وما كانتش عارفة تطلع منها. ولما بيوصل لها جورج وبيشوفها بيجري عليها وبيحاول يساعدها، فبيديها فرع شجرة تمسك فيه، لكن بيتكسر وما بتعرفش تطلع. بعدها بتتعصب عشان مش عارفة تطلع والطين بيسحبها لتحت. جورج من غير ما يفكر نط وراها في الحفرة وقدر يطلع دماغها عشان يلحقها، وكده يبقى هما الاتنين اتحبسوا ومش هيعرفوا يطلعوا. ورغم الموقف اللي هما فيه، لكن صوفيا فرحت لما جورج نط وراها من غير ما يفكر، وده اثبت لها انه لسه بيحبها. بعدها بنشوف ماركوس لما راح لهم اوضتهم عشان يحدد معاهم ميعاد تاني يروحوا فيه الشلال، لكن محدش بيفتح له. ولما بيمسك موبايله بيلاقي ان جورج باعت له رساله بيقول له انه راح هو وصوفيا الشلال. جورج وصوفيا كانوا بيتكلموا بيقولوا ان الطين وزنه تقيل وصعب يطلعوا لوحدهم منه، وان الحل الوحيد ان حد يجي وينقذهم. بعدها صوفيا بتشوف بيضه كبيره وبتقول لجورج ان اكيد الحيوان الخطير صاحب البيضه دي مش هيسيبها واكيد هيجي عشان ياخدها. وبعدها على طول صوفيا بتحس بحاجه بتتحرك جنبها، ولما ساعدها جورج وطلعها بيشوفوا جثه انسان، ومن ملامح وشه بما انهم دكاتره بيعرفوا انه مات من الجوع. وطبعا ده الحرامي التاني اللي ظهر في اول الحكايه، وساعتها صوفيا بتخاف انهم يموتوا بنفس الطريقه، لكن جورج قرر انه يفكر ويشغل دماغه وياخد الشنطه اللي موجوده مع الجثه ويشوف اللي فيها. ولما بيفتحها بيلاقي فيها سكينه وكشاف، وكمان كان في بندقيه مربوطه في الشنطه فيها رصاصتين. ساعتها جورج بيقول لصوفيا انهم ممكن يقصوا الشنطه قطع صغيره ويعملوها حبل يربطوه في الصخره عشان يطلعوا من الحفره. وبعدها بنشوف ان ماركوس لسه قاعد في الفندق وشاف الحرامي وهو داخل ومعاه شنطه جورج وكمان عليها اثار دم، وده ان دل فبيدل على ان الحرامي ده اتهجم على جورج وصوفيا، فبيجري عليه ويمسك فيه عشان الحرامي يقول له اي حاجه. لكن طبعا الحرامي مش بيتكلم وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيدخل امن الفندق وبيفصلهم عن بعض لحد ما يجي البوليس. جورج بعد ما قص الشنطه وعمل الحبل بيكتشف انه اقصر من الطول اللي محتاجينه، فبيقترح ان هم يقصوا الجاكيت بتاعه كمان يمكن يوصل للصخره، لكن صوفيا بترفض عشان خايفه عليه من البرد. في نفس اللحظه كان في طياره معديه فوقيهم، فبيحاولوا يلفتوا النظر عشان حد يلحقهم، لكن مفيش حد بيشوفهم، وده بسبب الاشجار اللي ماليه الغابه. بعد ما الطياره مشيت صوفيا اتوترت وزعلت وبدات تفقد الامل ان حد يخرجهم، لكن جورج مع انه ما كانش مطمن لكن كان بيحاول يحسسها ان هو متفائل وعنده امل، مادام الليل لسه ما جاش عليهم اكيد في حد هيشوفهم ويجي يخرجهم. ومش بس كده، فجاه صوفيا حست بحاجه بتقرصها، وساعتها بتشوف ان في نمل ماشي عليها لكن ايديها ما كانتش عارفه تطلعها، فجورج بيحاول يساعدها وبيديها ازازه الخمر اللي معاها عشان تدلقها على نفسها وتتخلص من النمل، لكن بتزعل من جورج وبتساله هو انت رجعت تشرب تاني؟ فبيقول لها انه لسه راجع من قريب بسبب المشاكل اللي بينهم. وبعدها بيلوموا نفسهم هم ازاي نسيوا يضربوا الرصاص اللي في البندقيه لما الطياره كانت معديه عشان يشوفوهم. وفجاه صوفيا بتشوف تعبان كبير جاي من ورا جورج، فبتخاف وتتخض وهو بيقول لها تضرب عليه النار عشان هو مش هيعرف يلف ويضربه، لكن هي بتكون مش عارفه تضرب عليه لانها عمرها ما مسكت بندقيه. وفي نفس اللحظه اللي بتضرب فيها على التعبان بيعض جورج من ايديه، بس التعبان لما بيسمع صوت الطلقه بيلف ويرجع. وبعدها صوفيا بتحاول تربط ايد جورج بسرعه عشان توقف السم انه يمشي في جسمه. بعدها بنشوف ماركوس والحرامي في القسم، وبيعرض ماركوس عليه يديله الساعه اللي في ايديه بشرط انه يقول له صوفيا وجورج فين. فطبعا الحرامي طمع وقال له انه سابهم في المكان الخطير اللي في الغابه اللي فيه طين متحرك وتعابين سامه، وانه صاحبه مات هناك من فتره مش كبيره. ماركوس لما بيسمع كده بيطلب من حارس الامن انه يسيبه عشان يلحقهم، لكن محدش بيسمعه ولا بيهتم بكلامه. في نفس الوقت بنشوف صوفيا وجورج واللي بيكون باين عليه التعب، وصوفيا بتلاحظ ان في جلطه عند رقبته. وللعلم صوفيا سابت الطب من ساعه ولاده ابنها الاول، لكن في الفتره الاخيره كانت بتفكر ترجع. صوفيا ما كانش قدامها حل غير انها تحاول تعالجه، فبتسخن السكينه عشان لما تخرج الجلطه تكوي الجرح. جورج كان خايف لكن هي بتطمنه انها هتلحقه، وفعلا بتنجح وبتعالجه. لكن بعد ما بتكوي الجرح جورج من شده الوجع بيفقد الوعي، وهي كمان بتفقد الوعي بس بسبب الارهاق والتعب، عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت هترجع لها ثقتها في نفسها وتخليها ترجع تمارس الطب. وبتقول له مع اني كنت دكتوره شاطره وناس كتير منعتني ان ابعد عن الطب، لكن انا مش ندمانه على القرار اللي انا خدته. فجورج بيقول لها انها فعلا دكتوره شاطره وقرارها انها تقعد مع عيالها ده كان قرار صح وفي مصلحتهم. وبعدها صوفيا بتقول له ان عيالها وحشتها ونفسها تخرج من اللي هي فيه عشان تحضنهم، وبتقرر انها تقتل التعبان وتربطه بالحبل اللي معاهم في الصخره عشان هو ده الطول المناسب اللي ممكن يساعدهم ويخرجهم. وبتلاحظ ان التعبان قريب منهم، فبتحاول تعمل اي حاجه تلفت بيها نظره، فبترمي عليه حاجات من اللي موجوده جنبها، وبتستعد وتمسك البندقيه عشان تقتله، لكن التعبان بيجي من وراها ولما بتضرب عليه الرصاصه مش بتيجي فيه. في نفس اللحظه التعبان بيكون وصل لها وبيلف على جسمها وبيخنقها، وجورج بيكون فقد الوعي تاني من التعب. وعلى اخر لحظه بيفوق جورج وبيقتل التعبان بالسكينه، وساعتها
ساعتها صوفيا بتقدر تربط الحبل بالتعبان، وبعد محاولات كتير بتنجح انها تربط الحبل بالصخرة وتطلع من الحفرة، لكن للأسف بعد ما تطلع الحبل بيتقطع. صوفيا بتحاول تفوق جورج عشان يمسك ايديها ويطلع من الحفرة، لكن هو بيقول لها انه مش قادر يتحكم في نفسه، وبيطلب منها انها تدور على اي حد عشان يطلعه. وبتفضل ماشية في الغابة كل شوية تقع وتقوم من التعب لحد ما بيجي الليل، ولحسن الحظ بتوصل على اول الطريق وبتشوف عربية الاسعاف، وماركوس بيكون معاهم، وفي 2 من المسعفين بياخدوها على عربية الاسعاف، وماركوس وباقي المسعفين بيدخلوا الغابة عشان يدوروا على جورج. وبتتخض صوفيا في الاول وهم خارجين بيه، بس بتفرح لما بتتأكد انه لسه عايش. وكده يبقى هما الاتنين رغم كل المخاطر اللي تعرضوا لها، لكن كل واحد فيهم عرف قد ايه هو بيحب التاني وما يقدرش يستغنى عنه. وحكايتنا خلصت. لو لحد هنا لسه مكملين فحقيقي كنتم منورين، واستنوني في حكاية فيلم جديد. تعالوا هنا، رايحين فين؟ انا لسه مخلصتش. ممكن تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وياريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حكاية جديدة.